المقاسات ايه 30 في 40 ايه 20 في 30؟ الاسئله دي بنتسالها شبه يوميا. عشان نوفر الموضوع ده عملنا فيديو شرحنا فيه كل مقاس كلهم جنب بعض. هطلع فوق في جنب الشاشه كده هشرح وانا في جنب ونتفرج على الفيديو، وان شاء الله اي حد هيسال على المقاسات هيتفرج على الفيديو ده هيفهم كل حاجه سواء تابلو او برواز. بص على الفيديو معاكم وهنشرح سوا. يلا بينا. هنا الفيديو. نبدأ الفيديو بالمقاسات الصغيرة من على الشمال 30 في 20 40 في 30 مكتوب المقاس فوق كل حاجة. فهنشوف الفرق، هنلاقي ان الفرق 10 سنتي ما بين كل مقاس والتاني، 10 سنتي طول وعرض. في مقاسات مختلفة غير دول او في مقاسات غير دول؟ في غير دول. هو 60 في 90 هو اللي مش عليه مقاس، عشان اللي هيشوف الفيديو هيلاقي 60 في 90 مش عليه مقاس. في مقاسات غير دول؟ في غير دول، في 30 في 30 في 40 في 40 50 في 50 وفي برضو اللي هو 35 في 45. المقاسات دي موجودة، بس ده البيزك اللي موجود باستمرار واللي بنحطه في المنيو عندنا في المكتب. ممكن اماكن تانية بتعمل مقاسات تانية غير دول؟ طبعا اكيد موجود. واحنا بنعمل مقاسات حرة، يعني لو بنطلب مثلا اوردر مقاسات حرة مثلا 45 في 65 او مقاسات من دي بتتعمل. دلوقتي احنا بدأنا المقاسات. انا هخلي الحتة دي تمشي ببطء شوية، اللي هو لما زومنا هخلي الحتة دي كده اللي هو 30 في 20 ولا 40 في 30 لحد 50 في 40. في ناس هتلاحظ ان هخلي الحتة دي تمشي بالراحة، في ناس هتلاحظ ان يعني 20 في 30 من 30 ما بين 30 في 40 لل 40 في 50 المقاس حاجة بسيطة. ليه المقاس حاجة بسيطة؟ لأن اللي في النص ده برواز اللي هو 30 في 40. احنا شرحنا البرواز في الفيديو اللي فات. البرواز بيجي من المصنع بيبقى مقاسه كامل، يا إما زيادة سنتي 2 سنتي 3 سنتي وهكذا حسب الفريم اللي هو اللي احنا شرحنا في الفيديو الفريم يعني. فبيبقى بدل ما هو 30 في 40 سنتي بيبقى 32 في 42 33 في 43 ايا يكن، بس المهم بيبقى زيادة، ما بيبقاش زي التابلو. التابلو ممكن يبقى 20 في 30 ممكن يبقى 19 في 29. بنسبة كبيرة التابلوهات بتبقى اقل، نص سنتي سنتي حسب التقطيع بتاعته، حسب برضو المصنع او حسب احنا لو بنقطع عندنا في البرواز بنسبة كبيرة بيجي جاهز فبيجي مقاسه زيادة يا اما مظبوط. فعشان كده هتلاقي الفرق بين البرواز والتابلو دايما البرواز بيبقى مقاسه اكبر. يعني لو هتحط تابلو 30 في 40 جنب برواز 30 في 40 فرق 3 4 سنتي مثلا، هنقول 3 سم او 2 سم من التابلو والبرواز. نكمل الفيديو نرجع بقى، ارجع انا تاني فوق نخش على 50 في 40 40 في 60 اللي هو 60 في 40. هو المقاسات طول او عرض مش هتفرق، يعني انت بتقول اللي انت عايزه، ولكن احنا بنقول المقاس الكبير. يعني لو 60 فبنختار ال60 العرض اللي هو الاكبر في 50. بس انا عرضت المقاسات دي عشان في ناس كتير ما بتبقاش فاهمه النقطه دي. ده 70 في 50 وال60 في 80 وال60 في 90. وهينزل على الانستجرام، نزل على الانستجرام فيديو صغير دقيقة بالظبط شارحين فيه المقاسات، زائد ان هينزل برضو صور لكل المقاسات، وان شاء الله المقاسات ده هتنزل في المنيو بحيث بعد كده يبقى الموضوع سهل. يعني اتمنى محدش يخش يقول ممكن اشوف المقاسات تاني. المقاسات بتتعد دلوقتي قدامكم 30 في 20 20 في 30 في 40 50 في 40 دي المقاسات، وهجيبها لكم برضو من بعيد. دي من الجنب اهو. انا قلت اطلع برضو اشرح بوشي عشان مش عايز حد يخش يسأل تاني. يعني يبقى الموضوع ان شاء الله مفيد للناس اللي في اماكن تانية او محافظات تانية ان شاء الله، واللي بالناس اللي في المكتب يبقى الموضوع سهل، يعني يبقى الموضوع باين. اتفرج على الفيديو ان شاء الله، الفيديو مش هيبقى طويل ويبقى الموضوع بسيط. الحمد لله كده خلصنا، ويا رب الفيديو يكون مفيد. واللي عايز يشوف الصور يشوفها على الانستجرام، هتلاقي اللينك في البايو موجود. السلام عليكم.